اقسم بالله انا ما عارف انا هقول ايه في الفيديو. يعني ايه اللي المفروض ان انا اطلع اقوله على ماتش الاسماعيلي وانبي؟ خلونا بس في البدايه نصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتم متعودين معانا نتمنى ان انتم تدوسوا لايك للفيديو. النادي الاسماعيلي بيودع كاس مصر من دور ال 16 بسبب الخساره قدام انبي بهدف دون رد. طبعا نرجع بس يومين وعملنا فيديو واتكلمنا ان يكون عندنا طموح وان احنا نحاول نوصل لابعد مدى في بطوله كاس مصر، خصوصا ان احنا مشوارنا في الدوري صعب جدا ومش هنعرف نعمل حاجه. ففرصه ان انت بتلعب ماتش واحد توصل لضربات الجزاء، الحظ يكون حليفك وتكسب وتصعد للدور الثاني. نتفرج على الماتش بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بنلاقي محمد عمار بلمسه فنيه رائعه جدا بيحط هدف في مرماه، هدف غلطه من كل الجوانب داخل النادي الاسماعيلي. رجع بس بسبب الهدف ده لتصريحات المدير الفني حمد ابراهيم ان هو بيقول ان احنا بنعالج الاخطاء. النادي الاسماعيلي من اول مباراه في الدوري لحد اخر مباراه للاسف كل ماتش لازم يكون فيه غلطه دفاعيه. ماتش انبي غلطه دفاعيه من محمد عمار، الماتش اللي قبله البنك الاهلي غلطه عماد حمدي وسرح وطلع وباع نفسه ورا ويا انور حطها. قلنا مش مشكله، النادي الاسماعيلي دخل في جون في الدقيقه 5 أو 6، لسه قدامنا وقت كبير جدا، اللعيبه ان شاء الله باذن الله تقدر ان هي تعوض. ولكن بنتفرج على الماتش مفيش اي حاجه، بل بالعكس انبي هو اللي مسيطر وانبي هو اللي بيوصل لمرمى النادي الاسماعيلي. مفيش هجمات خطيره ولكن بيروح بكوره وبيروح باتنين وبيجي له ضربات ركنيه. انا قاعد مستني اشوف ان النادي الاسماعيلي بقى لعيبته بالبلدي كده هتسخن في المباراه وتروح تشكل خطوره على مرمى انبي، تحاول تلعب على الاطراف، تحاول تخترق من العمق. انما انا قاعد بتفرج مش لاقي الكلام ده، بلاقي ان النادي الاسماعيلي لسه عمال بيحضر كوره من تحت من عند كمال السيد ويطلع لقدام للمدافعين. ودي مشكله الكابتن حمد ابراهيم واقع فيها. انا عارف ان حضرتك عايز تطبق النظريه او تطبق الكلام بتاعك، ولكن لاعيبتك مش مؤهلين. انت يا كابتن حمد ابراهيم معاك الكواليتي والامكانيات صعب جدا جدا وما عندكش اللعيبه اللي تقدر تساعدك او تحقق لك اللي نفسك فيه. بس الشوط الاول بدون اي هجمه، بدون اي خطوره على مرمى انبي، والحقيقه قاعد مستغرب هل دي فرقه نفسها ان هي تصعد للدور الثاني من بطوله كاس مصر وان هي تحقق الفوز؟ طب معقوله الفرقه دي مثلا الشوط الثاني هتبدا ان هي تسجل التعادل والفوز ونشوف فرقه غير اللي احنا شفناها في الشوط الاول؟ ولكن الكابتن حمد ابراهيم بيفاجئنا بثلاث تغييرات قبل دقيقه او دقيقتين من نهايه الشوط الاول. قلنا يا عم مش مشكله، حركه مدربين كبار بقى وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا. نزلنا الشوط الثاني النادي الاسماعيلي مستحوذ ولكن استحواذ نسبي بدون اي خطوره. احنا في اول الشوط الثاني كوره خطيره من إيريك تراوري الحارس صدها. وهنا عايز اقول لك نقطه، اول هجمه تروح على مرمى نادي انبي الحارس بيصدها وبيتالق. بالعكس اي هجمه اولى لاي فريق بيلعب قصاد النادي الاسماعيلي بتخش فينا جون. اللعيبه كلها خارج نطاق الخدمه. والله العظيم انا قاعد بتفرج على الفرقه دي بقول معقوله نادي الاسماعيلي ده هو اول فريق اخذ بطوله افريقيا؟ معقوله اللعيبه العظماء اللي مروا على النادي الاسماعيلي يوصل بينا الحال ان احنا نشوف اللعيبه دي؟ حقيقه وضع صعب جدا، وضع مأساوي بيعيشه نادي الاسماعيلي. اخطاء قاتله من اللعيبه. محمد عمار مازال شويه جول من عمار، شويه من محمد نصر، شويه من عماد حمدي. الحقيقه الواحد محبط والواحد حزين من الوضع اللي احنا بنشوفه. الواحد كان بيقول ان مباراه انبي ان شاء الله اللعيبه تكون مركزه واللعيبه تكون عندها حماس اكتر ونحاول ان احنا نعمل حاجه في المباراه. ولكن والله العظيم اللي احنا شفناه في مباراه الاسماعيلي وانبي اعك كروي. يعني لو انت مثلا عايز تزهق من الكوره وما تتفرجش عليها تاني كنت تتفرج على الماتش ده. احلف ان انت مش هتتفرج على كوره تاني في مصر، بصرف النظر بقى عن انتمائك اهلي زمالك اتحداوي مصراوي، مش هتتفرج على اي كوره. الحقيقه ان الوضع داخل النادي الاسماعيلي بيزداد سوء وبيزداد صعوبه جدا. الفتره اللي جايه هتكون صعبه وهتكون مرحله فاصله وتاريخيه في مصير النادي. الحقيقه انا مش قادر اتكلم على فنيات في المباراه، مش قادر مثلا اتكلم على لعبه اطلع احللها واقول والله النادي الاسماعيلي نفذ اللعبه دي صح وقدر ان هو يخترق من العمق ويلعب على الاطراف. مفيش اي حاجه تذكر الواحد بيقولها. يهمني ان انا في التعليقات اسمع رايكم وما تخلوش الخساره تنسيكم ان انتوا تدوسوا لايك على الفيديو. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش. والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.